لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحببته، ولو صحبته لأسر قلبك وسمعك وبصرك، ولو طالت بك صحبته وسماعه ورؤيته لتعلق قلبك به وشق عليك فراقه، ولو تعلق قلبك به لأظلمت الدنيا في وجهه ولأنكرت قلبك عندما تفارقه عليه الصلاة والسلام. هذه صفحة من المشاعر يحكيها أنس رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه الترمذي ها هنا وغيره. صفحة من المشاعر يحكي فيها عواطف القلب ومشاعر الفؤاد، ليس لما عاشه أنس فحسب، بل للصحب الكرام لأهل المدينة أجمعين. يقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها الشجر، أضاء منها الحجر، أضاء منها الجبل، أضاءت منها السماء والأرض. لما لا تضيء وقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لا تضيء والوحي سيغشاها؟ لما لا تضيء والنصرة والدين والهجرة اجتمعت في المدينة؟ لما لا تضيء وآن أوان الإسلام عزة ورفعة في المدينة؟ لما لا تضيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم؟ يقول: أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه يقول: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. تظلم وفقد فقدت سراجها عليه الصلاة والسلام، تظلم بفراق أشرف الخلق وأحبهم إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. كيف لا ينكرون قلوبهم وهم يودعون جوف الأرض حبيب القلب عليه الصلاة والسلام؟ لما لا ينكرون قلوبهم؟ حبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. يا رحمة الله كم لقيت من وجع، وقد صبرت لكي بالدين تحيني. كل اشتياق وروحي فيك ظامئة، يا سيرة بشدى الأفضال ترويني، يا سيرة بشدى الأفضال ترويني.